السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبايب قلبي. طيب الله جمعتكم بكل خير وصحة وعافية. اليوم راح أقدم لكم وصفة القطايف ويا رب تنال إعجابكم وراح تجربوها وأكيد راح تحبوها. راح أبدو أقول بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت قدر صغير ضفت بيه ملعقتين كبار من النشا وملعقتين كبيرة من السميد. إن شاء الله أني راح أكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف حتى تكون في متناول أيديكم. وهنا أنا راح أضيف ملعقتين كبيرة من الحليب، وأضيف عليهم الماء الدافئ بعد إضافة الفانيلا. هذه الفانيلا ضفتها وراح أضيف عليها الماء الدافئ. راح أضيفهم كلهم مع بعض وأخلطهم، وهذا الماء الدافي وراح أخلطهم على البارد وأتخلص من التكتلات، وبعدها أنتقل على الطباخ. هنا أنا راح أتخلص من جميع التكتلات اللي تكون موجودة في يعني القدر. كلكم تعرفون إن الشيء يتكتل. وهنا أنا حبايب قلبي شوفوها بعد ما تحولت على الطباخ وكملتها بهالشكل هذا، راح أضيف عليها القشطة. أي نوع قشطة متوفرة عندكم ضيفوها. هنا بعد ما طبعا تخلصنا من الطباخ ضفت عليها القشطة وراح أبدي أخلطها بهالشكل هذا، وراح تكون ممتازة جدا إن شاء الله. راح تكون واضحة وهي حارة طبعا أضيفها حتى الجميع يعني يتمازج مع بعض. إن شاء الله جربوها وراح تحبوها، وصفة كلش طيبة. وبعيدا عن البقلاوة يعني تحلاية ممكن عملها في داخل البيت بكل سهولة. وهاي هنا أصبحت جاهزة بعد ما مزجنا القشطة كل زين بيها. راح نتركها تبرد في كاسة ونخليها على جنب، ولكن قبل ما يعني نتركها لازم نغطيها حتى لا كلش تكون يابسة. احنا نريدها طبيعية. غلفناها بالنايلون الغذائي ونتركها على جنب. راح نبدأ وياكم بالطبقة الرئيسية وهي القطايف. طبعا أكيد إحنا هنا حبيت أقول لكم إن إحنا محضرين الشيرة أو القطر قبل مدة، وأكيد بارد، وتعرفون القطر كلكم القياسات مالته. وهنا في كاسة عميقة خلينا ما يعادل 2 كوب طحين بعد ما نخلناه كل زين. راح نضيف عليه نص كوب سميد، وراح نضيف عليه النشا. المقادير يجب أن تكون مضبوطة عندكم. وراح نضيف عليه النشا ملعقة واحدة من الأكل، وراح نضيف عليه ملعقتين من الحليب، وأكيد راح نضيف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج باودر وملعقة صغيرة من الصودا، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا. إن شاء الله أني كلها هاي راح أكتبها بصندوق الوصف. وراح نضيف عليها هنا المي ما يعادل 3 أكواب، ولكن يجب إضافة الماء بالتدريج. دائما أنا أنصحكم أنه يكون الماء بالتدريج حتى لا تكون العجينة لينة كلش ولا تكون يابسة كلش. طبعا قبل الماء هنا نخلطهم خلطة كل زينة، المواد جافة مع بعض، ونبدي نضيف هذا الكوب الأول، نضيف وهذا الكوب الثاني، ونبدي نضيف ونخلط إلى أن تكون عندي عجينة ممتازة جدا. كل مرة نضيف فيها ونحاول نتخلص من التكتلات اللي موجودة. نخلطهم خلط كل زين. طبعا هذا الخلط راح يكون صراحة خلط أولي، بعدها نتحول على جك الخلاط وحتى نتخلص من كل الحبيبات اللي ممكن تتواجد في عجينة القطايف. هاي نخلط إلى أن نشوف يعني نخف التكتلات اللي موجودة، وحتى نضمن إنه تكون العجينة ممتازة نخلطها بجك الخلاط.
هذه المرحلة كلش مهمة في نجاح القطايف مالتنا. هسه نتحول على الخلاط، وهنا بعد ما خلطناها خلطة كل زينة. شوفوا شلون صار بيها الفقاعات، معناها نجحت عندنا وصارت ممتازة. راح نبدي هسه نحضر الطاوة، والطاوة نخليها على درجة يعني حرارة كلش قوية، لأنه هاي راح تكون بدون زيت. أول بداية نحميها للطاوة، وبعدين نبدي نوطي النار ونشتغل عليها. هذه هنا نتركها ترتاح على ما نحضر طاوتنا. وهنا بدينا نشتغل مثل ما قلت لكم، نحمي الطاوة وبعدين نبدي ننزل بيها القطايف الحجم اللي انتم تحبونه. ممكن تحبونه اصغر، ممكن تحبونه متوسط، ممكن كبار، هذا الشيء راجع لكم. هاي النجاح مالتها شلون نعرفه؟ من تبدي الفقاعات تظهر على السطح وبعدين تختفي مثل ما جاي تلاحظون، ما قطعت اي يعني لقطة حتى تعرفون نجاحها. شوفوا شلون بدت هنا الفقاعات. طبعا ضروري بعد ما نكملها نغطيها بخاوليات نظيفة حتى تبقى ترفة ولينة، ممكن تشكيلها بسهولة. هاي النتيجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوها شلون من وراء ذهبية ومن قدام كلش ممتازة. يجب تغطيتها حتى لا تكون يابسة وصعب تشكيلها. وهنا عندنا القشطة همين صارت بدرجة حرارة الغرفة، وراح نبدي نشتغل احنا وياكم بيها، وراح تشوفونها ايش قد حلو نجاحها وشغلها كلش ممتاز. قشطتنا ناجحة وممتازة، شوفوها كريمية وكلش طيبة. أتمنى تجربونها وشوفوها. طبعا صراحة راح أقولكم إنه هذه الحشوة إذا زادت ممكن نحتفظ بيها في داخل علبة في الثلاجة. بأي وقت تحبين تسوين تغليف سمبوسة، تسوين منها أي نوع من الحلويات، راح تكون بإيدش ناجحة. صراحة من ضمن التفريزات اللي ما قدرت أصورها لأن تعرفون الوقت يعني تاخذ التفريزات والتصوير ياخذ وقت صراحة. فرزنا الحشوة، فرزنا الشيرة، فرزنا الكريمة بأنواعها والحليب المكثف، هذه كله فرزناه صراحة يعني بعلب في داخل الثلاجة حتى يكون سهل علينا لما نسوي أي نوع من الحلويات وما عليها وما يخرب. أنا متأكدة. بالنسبة عجينة القطايف بعد ما كملناها بهالشكل هذا، احنا ممكن يعني نخزنها في داخل المجمدة او الفريزر كلش عادي. مجرد هو اكياس نايلون تحتفظين بيهن، ايش وقت ما عجبك تطلعينها تخليلها القشطة وتغلفيها بهالشكل هذا. شوفوا شلون يعني احنا مين ما تسديها تجي وياك من الوسط من البداية. حبينا نراويكم انه ممكن تشكيلها بكل سهولة، ممكن تخزينها وممكن استعمالها مرة ثانية في أي وقت تحبينها. يعني ممكن تسوين عجينة كلش كمية كبيرة وتخزنيها كلش عادي، راح توفر لك بالوقت والجهد. وش وقت ما عجبك تسوين. راح نكمل هاي الكمية كلها. شوفوا اللهم صل على محمد وآل محمد، فشي روعة. راح نكملها كلها ونرجع لكم. وهاي بعد ما كملناها شوفوا شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فشي روعة. راح نبدي هسه نقليها. إذا تحبون تشووها كلش عادي بالمقلاية الهوائية، ولكن هي طعمها يكون أطيب صراحة من تتقلى. وهنا حضرنا فيه قدر عميق زيت، يجب أن يكون شوية صغير حتى الزيت يكون يغطي القطايف بهالشكل هذا. يعني الطاوة ما تفيدك، لكن الجدر إذا كان ضيق وصغير راح يكون الزيت ململم، وبهيج حالة راح يقلينا إياها بشكل جيد من فوق ومن جوا. شوفوا اللون الذهبي روعة. ما أحكي لكم على الطعم والشكل، يعني هذا قدامكم فشي روعة. راح نخليها تاخذ اللون الذهبي. صراحة أنا اليوم ما قطعت أي لقطة حتى تكون عندكم واضحة، ويعني تعرفون الخطوات بالتدريج بدون قطع.
وهذه راح نخليها شوية بعد تصير ذهبية، وراح نضيف عليها ونقلي. طبعا النار يجب أن تكون واطية، أول بداية تكون حامية كلش وبعدين واطية. ليش؟ حتى بطنها تستوي ومن برا تستوي، يعني تكون ناجحة 1,000,000%. ما نريدها بسرعة تتقلى وتكتسب اللون الذهبي وهي بعد هي ما مستوية. كلش طيبة، أتمنى تجربوها حبايبي، تفيدنا يعني فيها هذه الأيام في رمضان. وهذا شكلها وهاي كميتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. صراحة القسم الباقي فرزناه لأنه صار هواي، وسوينا على قد التعلولة مالتنا الرمضانية. والشيرة أيضا جاهزة وباردة موجودة من زمان، وبخليناها بهالشكل هذا وغلفناها بالشيرة، وراح نزينها بالمبروش الأخضر أو شنو عندكم من نوع المكسرات اللي موجود. أتمنى تجربوها وسووها لتفوتكم. وألف عافية علينا وعليكم حبايب قلبي، وأهلا وسهلا بكل حبايبنا اللي ينوروني، وأعتذر عن التأخير عليكم والله العظيم بسبب الدوام ورمضان، وكلكم تعرفون الوقت كلش قصير، ويا دوب نلحق على يعني تحضير الفطور وهاي الأشياء. وهذا شكلها فتشي روعة. عافيات حبايب قلبي علينا وعليكم. راح نفتحها وراح يشوفون داخلها شلون طيبة، كلش طيبة. واللي يوصل وياي لهنا أقول له في أمان الله وحفظه، مع السلامة، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.